إذا كنتوا بتدوروا على وصفة خالية من الجلوتين وما بتفشل أبداً، هيدي رح تصير ثابتة عندكم قد ما إنها هي طيبة. فيكن تبعتوها مع أولادكم باللانش بوكس، فيكن أنتوا تتعشوا منها مع كباية شاي بهالبردات. صدقوني غير شكل. أنا داليا بعمل وصفات خاصة لمرضى السيلياك، بتمنى دعمكم بلايك وتشير وتشتركوا بالقناة. أول شي حطيت بيضة، عليهم شوية خل، ربع كوب من زيت الزيتون، نص كوب من اللبن، خفقتهم كتير منيح مع بعضهم مثل ما انكم شايفين بالفيديو. ورجعت حطيت عليهم كوب من الطحين الخالي من الجلوتين، ولازم يكون نوعه خاص للخبز مش للحلو. ورجعت حطيت عليهم معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وحطيت عليهم نعناع فريش أخضر، وكوب من جبنة الموتزاريلا. لازم تكون مكوناتكم كلها جلوتين فري وسيلياك سيف. رشة من زعتر الأخضر تعطي نكهة كتير طيبة، وحطيت عليهم زيتون كمان، أنا هيدا عملته بالبيت جلوتين فري وسيلياك سيف. عجنتهم مع بعض لحتى عطوني هيدا القوام مثل العجينة. حطيتهم بقالب ورشيت عليهم سمسم وبذور شيا كمان، هيدا اختياري، فيكم تحطوا اللي بدكم اياه. وانتوا راقبوا فرنكم حسب فرنكم على درجة حرارة 200 من 10 دقايق ل 15 دقيقة. وصدقوني كتير طلع طيب، نكهته ولا أروع. فيكم تضيفوا كمان تحطوا مرتديلا، تحطوا جبنة بيضة مع كباية شاي. صدقوني غير شكل. اكتبوا لي بالتعليقات إذا بتحبوا تشوفوا نسخ تاني من هيك كيك، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، ودعمكم بيعني لي كتير، وألف صحة.